السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا حنان السيد، اهلا وسهلا بيكم. النهارده بقدم لكم اختراع كده، هو ميكس ما بين الكرينكل اللي انتشر الفتره اللي فاتت واخد ضجه كبيره، وكمان الابل باي. انا دايما بحب اعمل ميكسات كده واجربها واشوف اخبارها ايه. صراحه طلعت حاجه خرافيه، فانا عملت تارت يجمع ما بين الكرينكل جلاش وكمان الابل باي. صينية تقريبا حوالي من 15 ل20 سنتي. هنرشها كده بشوية زيت نباتي، ونكون محضرين الجلاش بتاعنا اللي هو خاص بالحلويات. بجيب كده ورقة ورقة واكون مسيحة زبدة، وبالفرشة بتاعتنا نبتدي نوزع كده الزبدة على أطراف الورقة، وكل من جوه ومن بره. وبعد كده ببتدي ان انا اعملها زي شكل المروحة كده، عارفين؟ وارولها كده بحيث ان هي تبقى اسطوانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعدين في الصينية بتاعتنا في نص الصينية بحطها واخد اللي بعدها واعمل نفس الشيء. واجي من عند اخر طرف انا نهيت عنده وبداية طرف الجديدة، وابتدي الف تاني، وهكذا افضل الف الف لحد ما تاخد شكل كده دائري. تمام. بكمل كل المجموعة اللي موجودة عندي أنا الباكت. يعني ما عمليش الصينية كلها، بس كان الحجم كويس أوي بالنسبة للتارت. اللي حابب ان هو يزود شكل الحجم بعد ما تشوفوه كده، تمام، بيستخدم مثلا 2 باكت على مقاس الصينية دي. بس أنا كنت شايفة ان كده المقاس تمام كويس أوي. بكون مجهزة تفاح مقطعاه كده شرايح، وابتدي في الفتحات بتاعة الجلاش اوزعها بالشكل ده. هتحسوا كده كأني في وردة بتتحط، اوراق ورد بيتحط. هنوزع التفاح بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده فيها. ابتدي من بره وبعدين ابتدي اوزع من جوه، وبالتدريج كده لحد ما اخلص الكمية المناسبة للتارت. اعتقد الامور واضحة، وصدقوني في الاخر خالص هتشوفوا النتيجة مبهرة، وكمان طعم مش عايزة اقول لكم يعني. هوزع التفاح لحد ما اوصل للجزء اللي في النص. بتبتدي طبعا بيبقى التفاحة كبيرة شوية، فابتدي اقسمها عشان اقدر اتحكم فيها. وهيبقى الشكل كده زي ما انتوا شايفين، عامل زي يكون فيه وردة بنرسمها يعني. تمام. انا هو لقيت الموضوع كده بقى يعني بيبقى صعوبة ان هي تتحط كاملة، فبقسمها نصين واحطها، وبعدين بالزبدة اوزع تاني على التفاح وعلى اطراف الجلاش بتاعي، وبعدين بدخله على فرن 185، بتاخد بالظبط حوالي 10 دقايق وبتكون استوت. باجي بقى على النار، بحط في كزرولة شوية من الزبدة، واكون مقطعة تفاح قطع صغيرة، واحط عليه كمان زبيب، وهحط معلقة من عسل الكلوكوز. لو مش متوفر استخدموا عسل عادي، او لو عندكم شيرة او سيرم بتاع الحلويات حطوا برضو، بس يكون تقيل. وهحط معلقة من القرفة عشان انا كده بعمل زي صوص كده بالتفاح، خاص بالتسقية بعد ما تطلع من الفرن. انا مش هسقيها شيرة، لاني انا مش عايزاها مسكرة قوي، انا عايزة طعمها يبقى خفيف. كده هي استوت وكده تمام. عندي الصوص بتاعها كمان جاهز. ببتدي انزل بالزبيب والتفاح كده في الاول، وبعدين هسقي الصوص اللي طالع منها ده على التارت بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. تمام. مش هكتفي بكده كمان، لا، هديها كمان شوية كده من عين الجمل او الجوز مبشور، بيديها طعم حلو قوي قوي. لو مش متوفر ممكن نستخدم الفول السوداني، بس هو مع التست كان حلو قوي مع عين الجمل. وبعد كده رشة من السكر الباودر، وفي الاخر خالص حطيتها بقى في الطبق التقديم، وحواليها تفاح
مش عايزة اقول لكم هي مش بس شكل، هي فعلا روعة واتنسفت من كتر جمالها. جربوها بجد هتعجبكم جدا، خاصة في ايام العيد ان شاء الله تقدروا ان انتوا تقدموها لضيوفكم، او ان انتوا تستمتعوا بيها كده وانتوا قاعدين قدام التلفزيون، او مع اهلكم او اصدقائكم. وصفة حلوة وسريعة وسهلة جدا، وبجد طعمها رائع رائع رائع. هي اختراع يعني حصري على قناتي، مفيش حد عملها بالتست ده. انا شفت الفترة اللي فاتت كل الوصفات، وجربت طبعا الكرينكل، وجربت بكل الطرق، يعني سواء شيرة او بودنج او اي تيست تاني. بس صراحة شفت ان الوصفة دي كده طعمها هايل وخفيفة ومفيهاش سكريات كتير، يعني لذيذة يعني. سيبكوا بقى من كمية الزبدة بس هي لازم طبعا. انا بقول لكم اهو بجد انا دقتها واتنسفت فورا، يعني ما استنيتش من كتر جمالها. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وان شاء الله الفترة اللي جاية نقدم مع بعض زي ما وعدتكم وصفات تانية كتير مناسبة لعيد الاضحى المبارك. كل عام وانتم بألف خير. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو متنسوش السبسكرايب واللايك والشير، وان شاء الله اتمنى لكم ايام جاية سعيدة يا رب، وكل عام وانتم بألف خير، واستنوني على خير ان شاء الله. السلام عليكم.